تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. من جميل أحد المفرج عنهم في قضية 18 أكتوبر. يوم الواقع أنا خلطت معناها بعد ما بدت المسيرة، فهمتني. خرجت بعد معناها بعد ما بدت المسيرة، جيت نلقى معناها في الوقت اللي جيت فيه حضرت فيه هنا نشبح في جماعة اللي في البلكونة في اتحاد الفلاحين، هم لطفي نقط والجماعة اللي معاه ما نعرفهمش معناها بالضبط شكون، قاعدين يرموا في المولوتوف على العباد، فهمتني. معناها كيفية معناها الناس لوطة كلها قريب، معناها الناس كل بدت هرجوا الناس هاربة وكل شيء، بدت السيارات محروقة ومصابي محروقة وكل شيء، بدت الناس تتوتر وكل شيء. معناها طلعت الناس معناها طلعت لفوق اتحاد الفلاحين باش ينحوا في المولوتوف مع الشيء، طلعنا مع الناس كل، فهمتني، زي الناس كل. حاولنا معنا مع الدكتور سيد الشبلي أكثر واحد معنا كان حريص معنا باش تتعدى الأمور، خاطر يهدي في الأمور ياسر. طلعنا معاه، بدأ يخلي الحاكم الشرطة تاخذ القانون ياخذ مجراه، ودوي معنا طلع فوق السيارة وعمل كلمة، لقى كلمة ثم كاتب: احنا رانا ماناش طلاب عنف، ماناش طلاب معناها مشاكل، احنا ناس معناها مسيرتنا معروفة وسيرتنا معروفة، خارجين التطهير معنا مش باش نعمل مشاكل، ونخلوا الحاكم والقانون ياخذ مجراه. معنا موجود وقت الشرطة ثم حضرت معناها موجودة معنا في المسيرة من الأول، لكن ثم معناها تشنج معناها من الطرفين، معناها قاعد هو يحمل في سلاح ولطفي نقد معناها حامل سيف، فهمتني، ما بغاش يسيبه، ما بغاش يسلم معناها في السيف نتاعيه، وقعد معناها يتهدد على الناس، اللي صار معناها تشنج، فهمتني، كبير في هكو. معناها بعتالي بعد ما حاولنا معناها نحو منها السيف، هزينا منها السيف نتاعي، خرجناه نحينا ولا طلبنا معناها من الشرطة انهم عملنا سكورتي معناها باش نخرجوه هو، معناها الناس تم لوطة، ناس معناها اللي ما تدي عليه، وناس مصابيها محروقة وكل شيء، ناس معناها تشنجت ياسر. معنا حبينا احنا نعمل سكورتيه، معنا نعمل يدينا في يدين بعض، عملنا حق سكورتيه باش نهبطوه. يعني خرجتوه في حمايه؟ ايه، ما بغاش، هو رفض معناها، احنا عملنا سكورتيه هو رفض، قال انا ما نخرجش، لا خايف معناها من الناس اللي لوطه، خايف منهم. عملنا له معناها طلعوا له الشرطه الفوق، فهمتني، هبطوه، قال نهبطوك احنا معناها في حمايتنا. قربت كربت الشرطه قدام الواحد، لا باقي رفض، فهمتني، باقي ما حبش يهبط. هو نبت خايف ولا مانيش عارف، بدي معناه تعب، هو زي نحسوا فيه معناه زي بدي دايخ يتكى، زي معناه هو مرض، يما يكون معناه بدت عليه الاعراض نتاع المرض، معناه قلبه ولا حاجه، نوبه، خاطر بدي كل مره نشبعوا فيه يتكى على الحيط، يقول راني تعب ما نقدرش نهبط، فهمتني، حظبه ضيق ياسر، معناه ما حبش من الاول، رفض معناه لو حتى كشي لان معناه الشرطة معنا حاولت معاه برشا مرات، أنا هبطوك، عملنا سكورتي، عملنا برشا حاجات، ما حبش، هو رفض، فهمتني، ما حبش يهبط، مانيش عارف علاش السبب شنو هو خلاه ما يهبطش، المهم ما حبش يهبط. بعتالي أنا بعتالي هبطت وحدة، معنا مش عارفين علاش، نشبعوا فيها هبط يجري، معنا بدي يضرب في العباد هيك ويدز في العباد وهبط، حتى كشي صارت المشكلة، أنا بعتالي طاح ونبت داخل وكل شيء. المشاركة في المعركة، احنا مجموعة اللي هنا الزونة من الأول معنا شاركنا معنا اللي مشاركين في المسيرة، خرجنا معنا توقفنا من وقت تو حاليا عندنا 4 سنوات، معنا عامين، معنا شهرين، 3 سنين توقفنا. خرجنا في 10 جويلية 2015. عبد الوهاب الثابتي، مبروك إبراهيم الثابتي، وسالم مبروك القاصر، وبشير الحرب، ومن جميل عنده دوسي في السبيطار، لكن راهو تو معناه كلمنا عليه المحكمة وكل شيء باش يخرجوه، انا بنخرجوه يثبت انه مريض يعني سبب، عنده قال شكون ثم شكون عنده ويعرف شكون وروه الدوسي، لكن تو حاليا الدوسي مختفي معنا، مازال احنا طالبين معنا المحكمة انه باش تخرجه باش تفيدوا به في الجلسة ان شاء الله نهار 10، وان شاء الله موجود الفيديوهات، وثم شكون حتى شهدوا ناس اخرين، معناها ثم يجي 20 شاهد راهم شهدوا ثم مولوتوف، وناس كل شهدوا الفيديوهات، وحتى في تونس 7 معناها خرجوه في الاخبار نتاع مودي ساعه نتاع نهار الواقعه، خرجوا موجود عند خميس بطان وكل شيء، خرج الفيديوهات معناها معروفه
مولوتوف راه خرج هابط هو من البلكونه من فوق من اتحاد الفلاح. احنا تو نحبوا اول حاجه معناها نحبوا الحق، نحبوا ربي ينور الحق، ونحبوا القضاء تاعنا اللي عندنا فيه الثقه وكل شيء ينور الحق ان شاء الله. فهمتني؟ اللي يعطي كل حق كل ذي حق حقه. فهمتني؟ نحبوا ماذا بينا ينور ربي الحق ويخرج ان شاء الله الناس اللي موقوفه معناها مظلومه معناها في السجن، ماذا بينا يخرجوا يعطونا حقنا معناها نعرفوا شكون رد اعتبار ويعطونا معناها غير ان شاء الله. احنا البراءة نبغوا ما طالبين حتى شيء، احنا كان شي براءتنا تخرج قدام الرأي العام وقدام الناس الكل، خاطر ثم ناس ياسر تواني نمشي المحكمة يبدا يقول ها مولي قلت له ها مولي كذا. نحبوا قدام معناها قدام زي ما ربي سبحانه عارفين روحنا قدام ربنا أننا مظلومين، نحبوا حتى قدام الشعب وقدام الرأي العام وقدام القنوات اللي كانت تتهم فينا معناها باطل معناها قتل وكذا. حبوا يا رب ينور حقنا قدامهم. الله نهار 10 نوفمبر هذه ان شاء الله جلسه نتاع حكم ان شاء الله في سوسه. في سوسه ان شاء الله. بالعكس الاعلام كان اكبر شريك معناها في الجريمه هذه، معناها هو اكثر واحد معناها ضر القضيه، تلاعبوا بالقضيه كما يحبوا هم معناها زيفوا الحقائق كما يحبوا هم، ومعناها ركبوا على الاحداث معناها كما معناها برشا حاجات حقائق جابوها من روسهم، مثلا زي اللي طايح لوطه في الوطاء مثلا، اللي طايح لوطه لابس المريول السوري الزرقاء اسمه بالليل لصالح بوشناق. جميع القنوات خاصه فرنسا 24 وتونسيه وكل شيء قالت راهو لطفي نقد، وهو الدليل معناه في الصور وكل شيء لطفي نقد عنده مريول اكحل. فهمتني؟ واللي طايح لوطه عنده سوري زرقاء واضح، والناس الكل تعرف راه صالح بوشناق. تو احنا اللي حضرنا الوحده ريناه صالح بوشناق. فهمتني؟ هو اللي طايح، كلها ادعت راهو لطفي نقد هو اللي مسحول في الوطاء وكل شيء، وسوقت هي الاعلام سوق ان الحكايه هذه ان لطفي نقد هو المسحول في الواحد. تنجم تورينا بالصوره الشخص اللي هذا اللي مسحول في الواحد معناه دايرين كاتبين راهو مسحول وكل شيء، وهو صالح بوشناق هوني معناه طايح هوني. هذه الصوره اللي كانت معناه اكثر ركز عليها الاعلام برشا، وقال راهو لطفي نقد معناه هو اللي طايح. وهيك صورته زرقاء، وهذه السوريه الزرقاء نتاعته هوني صالح بوشناق، الناس الكل تعرفها معناه صالح بوشناق هوني هو اللي طايح. وهذه الصوره اللي معناه ركبوا عليها هم كله وقالوا راهو معناه مسحول وقتلتوه وعملتوا له في الكياس وكذا. فهمت؟ بينما لطفي نقد يعني بس بالرغم انه لطفي نقد مش هذا هو لطفي نقد معناه عندنا في الصوره لطفي نقد معناه معروف. فهمني؟ هو لطفي نقد، هو لطفي نقد الصوره نتاع لطفي نقد. ايوه هذه لطفي نقد معناه هوني موجود لطفي نقد هوني لابس سوري المريول الاكحل المخطط. فهمت؟ معروف الناس الكل تعرفه معناه لطفي نقد مانيش. فهمتني؟ هذوما الصور معناها دليل معناها دليل من ما حبتش معناها الاعلام ما حبوا يسوقوا الا الصوره اللي طايح فيها صالح بوشناق واللي يعني تحس ان القضيه تسيست من بعد سياسي. اول حاجه من اول نهار هي معناها حبوا كما قلت ديما حبوا يركبوا على الاحداث، خاطر وقت تنجم تذكر لنا الطرف شكون اللي اي نداء تونس من اول نهار من الساعه الاولى معناها من الدقيقه الاولى من اللي معناها سمعوا به مات ديريكت تزيفت الحقائق كلها وتزيف معناها. بالرغم من ان اول انترفيو معناها عمله البكوش هذه البكوش اسمه البكوش لا البكوش قال احنا مازال لم يكن ماهوش معناه ماهوش من ما ينتميش لنداء تونس. وبعد ما مات ديريكت معناها قال لك لا راهو الشهيد لطفي نقد ينتمي لنداء تونس وكان تم سحله وكذا معناه كما قلت لك كما خرجت تصوير وركبوا البلاتوات في لحظات معناها في نهار وليله البلاتوات الكل تحكي كان على لطفي نقد الشهيد نتاع نداء تونس. وبالرغم انه قلت لك في الدقيقه الاولى معناها من اول الدقائق يعني شهيد قبل ما يصدر الحكم. اي من قبل ما يصدر الحكم. اي من قبل. وديريكت التهمه الاطراف اللي سحلاتها معناها رابطات حمايه الثوره وحركه النهضه معناها هم السبب في سحلان، وكنا احنا معناها كيفاش فداء معناها. فهمتني؟ معناها من غير حتى ومن اللي حصلنا احنا معناها نهار 4 اكتوبر احنا شدونا معناها دخلونا الحبس نهار 4 اكتوبر 2012 من اللي 4 نوفمبر احنا دخلنا الحبس نهار 4 نوفمبر 2012. فهمتني؟ من الساعه هيك ولينا مجرمين معناها حتى في البلاتوات معناها كان معناها ديريكت يتهموا في الدكتور سيد الشبلي معناها انه مجرم ارهابي، انه مجرم ارهابي هو معناها
فهمتني، هو اللي سحل الراجل. ومعناه بالدليل ثم عندنا دليل، معناه دلائل كثيره ياسر تدل على عم سعيد اكثر واحد كان يهدي معناه في المحتاجين في المسيره، وراي مسيره سلميه وراي مسيره معناه رانا معناه ماناش طلاب عنف، ماناش طلاب مشاكل، رانا يعني مسيرة قانونية مسيرة قانونية حضرتوا لها قبل بوقت، إيه، والإعلام كان في باله بها. يعطيك الصحة، وكان كل شيء معناه مرتب معناه، إلا معناه غير بعد ما جاء المولوتوف هذا اللي يفسد معناه كل شيء. مانيش عارفين كيفاش حكاية المولوتوف، نحبوا نعملوا تحقيق احنا المأمول الحاكم يفتح تحقيق، نطالبوا بفتح تحقيق شكون يدخل المولوتوف، خاطر مش لطفي نقض الراحة اللي جاب المولوتوف، مش هو، ما كانش الراحة معناه في البلكونة اللي معناه فهمتني. ثم رانا حد ما جينا رانا برشا معناه ناس في البلكونة وما نشد منهم حتى حد، فهمتني، وما حصل منهم حتى حد، معناه غطوا عليهم كلهم وخرجوهم كلهم براءة، معناه ما رينا منهم حتى واحد في السجن، بالرغم ان طلبنا احنا برشا ناس معناه راهو ريناهم في البلكون وسميناهم معناه سميناهم، وما الحاكم معناه ما طلبهمش لا للتحقيق لا للشهاده لا حتى شيء، معناه ديريكت غطوا عليهم حاجتهم كان شيء بالملوطه بالمظلومين معناه المعتدي عليهم، هم السبب معناه داروهم معناه باش فداء وضحايا، وردوهم هم معناه مجرمين واتهموهم ديريكت زورا وباطل قبل ما تتهمهم النيابه ولا المحكمه، اتهموهم ديريكت الاعلام معناه الحزب تاع نداء تونس ديريكت. والله ندانا معناه للمنظمات والمجتمع المدني والاحزاب واللي كان معناه الناس كلها اللي تنصر في الحق انها تكون معنا نهار 10 ان شاء الله، فهمتني. ماذا بينا معناه الناس كل تجند النهار هذا معناه باش فهمتني خاطر يوم فاصل معنا في تاريخ الحق ان شاء الله يثبت فيه الناس الكل ان شاء الله، يخرجوا اخوتنا ان شاء الله براء، وان شاء الله يا ربي يا حنان معناه يخرج معناه ينور ربي الحق ويخرج الحق، ومعناه براءتنا ان شاء الله تبان للعموم، خاطر نحبوا احنا اكثر حاجه تو نحبوا